السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم النهاردة في قناة فارس محمد في فيديو جديد. النهاردة في كتير من المتابعين على قناتي على اليوتيوب بيقولوا مش عارفين نفعل جيم جارديان، مش عارفين نفعل الروت اصلا. طريقة كدابة، طريقة وهمية، طبعا كل ده غلط جدا. دلوقتي هنفعل الروت عشان في ناس بتقولي انت كداب. اقسم بالله الطريقة يعني 100%، يعني ممكن يكون انت عندك غلطة عشان الطريقة اصلا معروفة. تمام. هتروح على عادي بعد ما تنزل جيم جارديان، وهنزلت لكم من اول وجديد جيم جارديان. بعد كده هتروح على جيم جروت. عادي جدا هتدخل، هيجيب لك الواجهة دي. تمام. هتروح اللي على الشمال دي، يا ريت بس تشتركوا في القناة، تعملوا اشتراك تابات ولايك سبسكرايب في القناة وزر الإشعارات عشان أول ما أنزل فيديو جديد يوصلكوا كل الإشعارات وكومنتات بقى، وتوصل الفيديو ده. يعني الفيديو اللي فات طلبت 50 لايك، جاب 40 لايك، ويعني دلوقتي تلاقيه 50 لايك، فشكرا كتير على الدعم. الفيديو اللي, اللي فات جدا جدا، عشان كده أنا رديت أنزل الفيديو ده. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنضغط هنا، ولازم تستمع الشرح كامل عشان تعرف تفعل الروت. تمام. تضغط هنا اللي هي 3 زومة، تضغطهم. تمام. انت هيكون عندك هنا بدل ما علامة صح هنا دي، هيكون عندك غلط. تمام. فانت هتدخل وهتعمل ايه بقى؟ انت هتدخل دلوقتي، هتحمل الروت. بعد ما تحمله عادي، بعد كده هتفعله عادي جدا، يعني مش محتاجة شرح عشان أنا فعل الرود هنا مينفعش مفعلوش تاني. فبعد كده هجيب لك علامة صح. بعد كده تدخل هنا، أهم حاجة تدخل هنا بقى هتحدد السيستم اللي انت هتعمله. هنا مثلا الشير انت عاوزه يعمل نون أو ألو أو ريبورت مثلا، إبلاغ يعني. هنا نفس النظام، بس تيجي الأب بروجرام ما تعملش، اعمل دون، يعني انصحك عشان يعني روت، يعني هيبوظ لك جهازك. تمام. انا كنت مفعله وراح فعلا حاجات غريبة شفتها في الموبايل. لقيت الشحن يعني مثلا يكون 5%، الاقيه 100%، بعد كده يفصل. يعني انصحك اللي انت هتعملها ابيت بروجرام نون. تمام. بعد كده هتدخل جيم جارديان. طبعا انا هيجيب لك كده بالشكل ده. ما تعملش تخطي عشان لو عملت تخطي هتبوظ اللي انت عملته. تمام. هيحمل كده قدامك. بعد ما يحمل دي تبقى نسخة اللي هي بتكون الروت عليها. انت هتفهم كل حاجة، بس تحمل. بعد ما تحمل خليك معانا. دلوقتي دي الحتة المهمة. دلوقتي ده الروت يدخل جوه جيم جارديان، فهنقول له الو هنا عشان يبدأ جيم جارديان. يتعرف او يتشغل على الروت اللي هو بتاع جيم جارديان. تمام. يعني دلوقتي بعد ما يتحمل النسخة دي، تمام، هيبقى كينج روت خلاص كده تشتغل في جيم جارديان. يعني انت تقدر دلوقتي تعمل بد وكده. تمام. فهنستنى التحميل. تمام. هي دلوقتي طبعا مش فيروس مش اي حاجة، هتعمل تثبيت عادي. هيثبت معاك. بعد ما يثبت هتدخل على جيم جارديان. تمام. بس اهم حاجة اللي انت تعمله الو، تعمله مدى الحياة. تمام. اللي هي بيبقى فيه شيء كده فوق، تعمله مدى الحياة بس هو معمول. تمام. هتعمله سماح اللي جوه البلاي يكون محمي. بعد كده تدخل على جيم جارديان زي ما انت هتشوف دلوقتي. بس يا جدعان يا ريت يعني
تعملوا لايك سبسكرايب في القناة، وياريت تنشروا الفيديو، يعني أهم حاجة تنشروا الفيديو عشان نبدأ بقى نوصل إن شاء الله بإذن الله على 2000 لايك بإذن الله. تمام. النسخة هتحمل بالشكل ده. بعد ما تحمل خليكوا معايا. تمام. دلوقتي النسخة اتحملت، هيدخلني على جيم جارديان عادي جدا. دلوقتي اللي احنا عملناه، اللي احنا نزلنا جيم جارديان، هتلاقي 3 ومفيش مشكلة. دلوقتي بقى تدخل على جيم جارديان. تمام. هيجيب لك الواجهة دي، هتنتظر شوية. تمام. هتقول له حسنا، هتقول له إزالة، بيقول لك يعني اللي هو اللي انت تنزل النسخة القديمة. طبعا هيكون عندكم غير كده خالص. ماشي. بعد كده هتعمل له شمعنا، هتعمل الو. بعد كده هتحدد هنا مدى الحياة تحت، مش توداي ولا 15. تمام. بعد كده تعمل له الو عشان يبدأ روت يشتغل عليه. تعمل له الو. بعد كده نظام الجهاز، ندخل تاني جيم جارديان، هنعمل بعد ما نعمل الجهاز. تمام. يبقى كده الروت اتفعل على جيم جارديان. نعمل حسنا، بعد كده حسنا، بعد كده نعمل بد. بعد كده يكون اهو جيم جارديان يشتغل بالروت، مفيش اي مشكلة. تمام. هنفتح مثلا جيم جارديان وكده، وهتخش اللعبة وهتعمل. تمام. هيقولك بدء البيانات، بس طبعا انا هخرج منه. تمام. مثلا نروح على جيم كروت. دلوقتي هيظهر لنا هنا جيم جارديان. انت تقدر تعمل دن اللي انت متشغلهوش بروت، وطبعا هتعمله الو عشان تقدر تشغله ممكن بس. تمام. وكده خلصنا الفيديو. ياريت تعمل لايك وسبسكرايب لو الطريقة اتفعلت معاك. ان شاء الله اتفعلت معاك. تمام.